البنك الأهلي وبنك مصر وأغلب البنوك المصرية تقرر وقف البطاقات الائتمانية المصدرة حديثا. ايه تفاصيل الموضوع ده بالظبط؟ ولو انا بطاقتي مصدرة الشهر اللي فات او مصدرة الشهر ده او بقالها 3 شهور هتتوقف ومش هقدر استخدمها ولا هقدر استخدمها، والقرار هيسري على مين بالظبط؟ الموضوع ده مهم جدا يا جماعة عشان الناس ما تتدبسش فيه خلال الفترة الجاية. فتعالوا بقى نشرح لكم ايه تفاصيل الموضوع ده بالظبط عشان تاخدوا بالكم منه قبل ما تطلعوا بطاقة ائتمانية خلال الفترة الجاية. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه خالص دعواتنا وتحياتنا لاخواتنا واهلنا في فلسطين. ربنا ينصركم ويصبركم ويرحم كل الناس اللي ماتت ويزيح الغمه دي في اقرب وقت ان شاء الله. ما تنسوش اخواتنا وحبايبنا في فلسطين يا جماعه، من خالص دعواتكم من كل قلبكم وتبرعاتكم للي يقدر على التبرعات. طبعا دي اقل حاجه نقدر نقدمها لهم في الوقت الحالي. خلونا نخش في موضوع حلقتنا على طول. طبعا بعض البنوك ظهرت خلال اليومين اللي فاتوا اخبار كده وقرارات بتقول ان البنوك لغت التعامل او وقفت التعامل بالبطاقات الائتمانيه اللي هي بطاقات المشتريات، سواء في الشراء او في السحب النقدي من خارج مصر. طبعا الفتره اللي فاتت كلها كان في احداث كتيره جدا، وقف بطاقات الخصم المباشر وما فيش غير البطاقات الائتمانيه، وناس كتير راحت تطلع بطاقات ائتمانيه. طيب هم جم وقفوها دلوقتي؟ لا، ركز بقى معايا كويس جدا عشان تعرف ايه اللي تم وايه اللي هيتم خلال الفتره الجايه، عشان ما تروحش تعمل حاجة وفي الآخر تلاقيها مش شغالة معاك وتتحمل مصاريفها على الفاضي. طيب مبدئيا البنك المركزي ما أصدرش تعليمات إن هي توقف البطاقات الائتمانية اللي طالعة في تاريخ معين. البنك المركزي طلع وصرح وقال إن هو ساب الموضوع ده لكل بنك يحدده حسب وجهة نظره هو. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان بعد وقف بطاقات الخصم المباشر ما كانش فيه غير البطاقات الائتمانية اللي الناس تقدر تستخدمها سواء في السحب أو في الشراء من خارج مصر. فطبعا في ناس كتير خلال الفترة اللي فاتت اتجهت ان هي تطلع بطاقات ائتمانية اللي هي بطاقات مشتريات، لان اغلب الناس ما كانش معاها البطاقات الائتمانية دي. فطبعا كان في اقبال شديد جدا على البطاقات الائتمانية وصدرت بشكل كبير جدا، وده اثر على ان هي بتسحب النقد الاجنبي، الفلوس الاجنبية، الدولار وغيره، من البنوك من خارج مصر سواء في الشراء او في السحب النقدي. فالبنوك عملت ايه بقى؟ لحد الان اللي طلع صرح رسمي بالكلام ده هو بنك مصر فقط. البنك الاهلي ما صرحش واغلب البنوك ما صرحتش، لكن انا بقول لك طالما بنك مصر عمل كده فدي في الاغلب ممكن تلاقيها توجيهات سريه مثلا من البنك المركزي لبنك مصر والبنك الاهلي واغلب البنوك الحكوميه والبنوك التانيه. ففي الاغلب هتلاقي ده موجود في البنك الاهلي، وفي اغلب البنوك ممكن يتم الاعلان عنها بنك ورا التاني خلال الفتره الجايه. لكن رسميا اللي اعلن لحد الان وهو بنك مصر. ايه هو بقى القرار؟ بنك مصر اصدر قرار ان اي بطاقه ائتمانيه مصدره لاي عميل بعد تاريخ 2012 اللي فات، اي بطاقه ائتمانيه صدرت بعد 2012 مش هتقدر تستخدمها بره، لا في السحب ولا في الشراء. الكلام ده مهم جدا، ركز. البطاقه بتاعتك لو مصدره خلال الايام اللي فاتت بعد تاريخ 2012 كده مش هتقدر تستخدمها بره مصر خالص، لا ان انت تشتري بيها ولا ان انت تسحب بيها نقدي. طيب في ناس بقى هترجع تقول لك طب انا البطاقه بتاعتي كنت مطلعها قبل 2012 او مطلعها يوم 2012، دي هتستخدمها ما فيهاش مشكله. طيب حد تاني هيجي يقول طب انا كنت مطلع البطاقه بتاعتي من شهرين ومن 3 ومن 5 شهور ومن سنه بس ما فعلتهاش، برضو تقدر تستخدمها. البنك حدد وقال تاريخ اصدار البطاقه الائتمانيه يكون قبل 2012. لو انت البطاقه بتاعتك تاريخ اصدارها مصدره من البنك ليك قبل 2012 تقدر تستخدمها بره. طيب لو انا بقى هطلع بطاقه ائتمانيه دلوقتي بعد 2012 ايه اللي هيتم؟ مش هتقدر تستخدمها بره لا في السحب ولا في الشراء غير بعد 6 شهور. لازم يمر على البطاقه بتاعتك 6 شهور عشان تقدر تستخدم البطاقه ديت خارج مصر. الكلام ده مهم جدا عشان الناس ما تروحش تطلع بطاقه ائتمانيه دلوقتي وترجع تتفاجئ ان هي مش هتقدر تستخدمها غير بعد 6 شهور. فلو انت مقرر تطلع بطاقة ائتمانية دلوقتي اسأل في البنك القرار ده ساري عندك في البنك اللي انت هتطلع منه ولا لأ، باعتبار ان هو لسه اغلب البنوك ما اعلنتش رسمي عن الكلام ده. زي ما قلنا اللي اعلن حاليا رسمي وهو بنك مصر فقط. فاسأل قبل ما تطلع الحاجة ديت عشان ما تتحملش مصاريف البطاقة الائتمانية ومصاريف الاصدار والكلام ده كله وفي الاخر ما تعرفش تستخدمها، لو انت مقرر ان انت تطلعها عشان تستخدمها خارج مصر. انما جوه مصر شغالة عادي ما فيهاش مشكلة. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده.
اتمنى طبعا تكونوا استفدتوا من الحلقه ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه وما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.